السلام عليكم. دلوقتي احنا كتير بنسمع ناس تقول لنا ان العقل بيقول اننا ننزل بسقف التوقعات ونخلينا عقلانيين ونرضى بقليلنا كده عشان احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. وفي نفس الوقت بنسمع ناس تانية برضو تقول لك لا، ارفع سقف التوقعات، لما تتمنى اتمنى بقلب جامد، ولما تطلب اطلب احسن حاجة. هو احنا المفروض نحط سقف التوقعات فين بالظبط؟ انا جنة عادل، ودي سحلة نص الليل. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر جودر المصري مع الشيخ عبد السلام. سمع جودر الديل اللي عرضها عليه الشيخ عبد السلام، قال له بقول لك ايه، ان يلا بينا نقرر الاميرين ونعرف مكان الكنز ونروح نجيبه. الشيخ عبد السلام قال له ايه يا ابني، هي زريبه؟ انت ما عندكش اي فكره عن فك الرموز وفتح الكنوز؟ مش كده يا جودر، الحاجات دي بيبقى ليها مواقيت محسوبه باليوم وبالساعه ومربوطه بحركه النجوم والافلاك. اللي عايزه منك دلوقتي انك تروح بيتكم، تحضر هدومك وتسلم على امك وتيجي معايا تقعد عندي معزز مكرم لحد ما يجي اليوم الموعود، ساعتها نبقى نفتح الكنز. فجودر قال له اجي معاك فين بس، وبيتكم ده يبقى فين يا عم الشيخ؟ قال له احنا بيتنا ده في فاس ومكناس في المغرب. بالمناسبه دي منطقه فعلا في المغرب، صحابنا المغاربه ممكن يحكوا لنا عنها في الكومنتس. فجودر قال له لا بص يا شيخ عبد السلام، واضح ان في سوء تفاهم، انا اصلي راجل صياد على باب الله وبصرف على امي، وفي بغلين في البيت لو جاعوا ممكن ياكلوها هي شخصيا، ومش عارف مين اللي ممكن يصرف على البيت لو انا مشيت. الشيخ عبد السلام قال له جودر انت محدود ليه بجد؟ واضح جدا ان انا شخص مش فارق معايا الفلوس، اهو اتفضل. وراح مطلع من جيبه سره فيها 1000 دينار من الذهب واداها لجودر وقال له ادي دول لامك تصرف منهم لحد ما انت تيجي، بس الشرط نور يا جودر، تكتم السر وما تقولش لحد خالص احنا رايحين نعمل ايه. بياخد جودر الفلوس من الشيخ عبد السلام وبيروح البيت لامه، بيضرب بالوصيه عرض الحائط وبيحكي لها على كل حاجه، وبيوصيها ان خلي الفلوس دي معاكي، اصرفي منها على نفسك وعلى اخواتي لحد ما ارجع. وبيرجع جودر للشيخ عبد السلام وبيركب معاه البغله المدندشه وبيشدوا على فاس ومكناس. في الطريق جودر بيبدا يجوع. الشيخ المغاربه هي السفريه دي فول بورد ولا ايه الكلام؟ معكش اي سناك في الخرج المزركش ده؟ فالشيخ عبد السلام بيقول له نفسك تاكل ايه يا جودر؟ والله يعني لو لقيت معاك عيش وجبنه كده يبقى حلو قوي. عيش وجبنه؟ هو ده اقصى طموحك يعني؟ عيش وجبنه؟ رايحين نفتح كنز ولسه واخد سره فيها 1000 دينار وتقول لي عيش وجبنه؟ اتمنى يا جودر، نفسك تاكل ايه؟ جودر للحظه ما بقاش عارف هو المفروض يطلب ايه. فالشيخ حاول يساعده. تحب الفراخ المحمره؟ اه والله بحب الفراخ المحمره، حلو قوي. تحب ورق العنب؟ يا سلام، هو مين ما بيحبش ورق العنب؟ احسنت يا ابني. شويه مخلل كده علشان نبلع الزروطه دي؟ اه والله يا شيخ يبقى كتر خيرك. ونحلي بقى بام علي بقى وكنافه كده بقى حاجات غرقانه في العسل كده. قال له شيخ عبد السلام انت عمال تجوع فيا واحنا في نص الصحراء وده مش في مصلحه حد، هات اي حاجه ناكلها. فبيمد الشيخ عبد السلام ايده في الخرج المزركش اللي عمالين نجيب في سيرته بقالنا كتير ده، وبيقول حاجات مش مفهومه وبيطلع منه كل الاصناف اللي قال لجودر عليها. فجودر طبعا بيعطل، اللي هو ايه ده يا شيخ عبد السلام، هو الخرج ده منفذ على مطبخ السلطان ولا ايه؟ فالشيخ عبد السلام ضحك وقال له الله يحفظك يا جودر، مطبخ السلطان ايه بس، خرج مسحور يا جودر، ما تبقاش قفل، حاجه كده زي شنطه هرمايوني في هاري بوتر. انت ما شفتش هاري بوتر؟ قال له لا والله ما شفته. ما طبيعي عشان لسه ما اتعملش. كل يلا بسم الله. بيخلصوا اكل وبيفضي الشيخ عبد السلام الاطباق وبيرجعها الخرج فاضيه وبيكملوا سفرهم. وفي النص بيقرر انه ينكش جودر كده. تفتكر يا جودر احنا بقالنا قد ايه سايبين مصر؟ قال له والله مش عارف، احنا ماشيين بقالنا يجي نص يوم. قال له ده انت غلبان، احنا بقالنا 4 شهور سايبين مصر يا جودر. البغله اللي حضرتك راكبها دي بغله مسحوره، دي واحد من العفاريت اللي بتخدمني يعني، في العادي بتاخد مسيره السنه في يوم، بس انا مخليها تمشي بالراحه كده عشان خاطرك. واخيرا بعد 4 ايام من السيكبه وصل الاثنين فاس ومكناس، واستقبل اهل المدينه الشيخ عبد السلام وجودر بالسلامات والاحضان لحد باب بيته. بعد كده نزلوا من على البغله وشاور الشيخ عبد السلام للبغله وقال لها انصرف بامر الله، فانشقت الارض وبلعتها وجودر اتلبش اكتر. خبط الاثنين على الباب ففتحت لهم فتاه شديده الجمال والتهذيب. الشيخ عبد السلام قال له اعرفك يا جودر، دي رحمه بنتي، ويا ريت نحترم نفسنا ونركز في اللي احنا جايين نعمله. رحمه ده جودر هيقعد عندنا شويه ضيف. فضل جودر عند الشيخ عبد السلام 20 يوم من الاكل والمرعى والقله صنعه، يلبس افخر الثياب وياكل اشهى الاطعمه، وبالليل يلعب له دور طاوله كده مع عمه الحاج عبد السلام وما بيعملش اي حاجه. لحد اليوم ال21 جاله الشيخ عبد السلام وقال له النهارده اليوم الموعود يا جودر، جاهز؟ جودر قال له وانا الصراحه مش جاهز، بس انا خلاص متدبس فيك يعني، يلا بينا. بعد الشيخ عبد السلام جاب بغلتين، ركب هو واحده وركب جودر واحده، وطلعوا بره حدود فاس ومكناس وفضلوا ماشيين في الصحراء لحد ما وصلوا عند نهر غريب. جنب النهر ده وقف الشيخ عبد السلام وطرقع بصوابعه، فظهر 2 من العبيد، كل واحد فيهم خد بغله وراح بيها في طريق مختلف. ودقيقه ورجعوا، واحد معاه خيمه واحد معاه فرشه. فرش العبيد الخيمه ودخل الشيخ عبد السلام وجودر.
كلوا عشان مش هنشعوذ على بطن فاضيه. وبعدين طلع الشيخ عبد السلام الكيسين اللي كان فيهم السمكتين، ولع البخور وقعد يتمتم ويعزم بكلام مش مفهوم. وفجاه النار مسكت في الكيسين وتحولوا مره واحده لرماد، وظهر جواهم بدل السمكتين اميرين صغننين من الجن كده يا حرام بيتعذبوا وعمالين يصرخوا. مين اللي بيعذبنا يا جدعان؟ انا عمكم الشيخ عبد السلام، ولو ما قلتوليش على سر كنز الملك الشمردل هفضل اعذب فيكم لحد ما يبان لكم اهل. الرحمه يا شيخ عبد السلام؟ مفيش رحمه. شفاعة يا شيخ عبد السلام؟ شفاعة دي تبقى خالتك. طب على فكرة بقى يا شيخ عبد السلام، هو الكنز ده اصلا عليه فيس اي دي ومش هيفتح غير على وش واحد اسمه جودر. جودر موجود؟ فجودر اتنحنح كده اللي هو يا جماعه انا اسف ان انتوا بتعذبوا بس انا جودر، انا موجود. فالاميرين استرخوا كده، ويا جودر هنيت بما اعطيت. بص يا جودر، احنا عايزينك تسمع الكلمتين اللي هنقولهم لعمك الشيخ عبد السلام وتحطهم حلقه في ودنك وتنفذهم بالحرف الواحد. علشان تفتح الكنز ده يا جودر محتاج تحفظ حل الرموز وتثق في نفسك وتجمد قلبك كده وتعدي مجموعه من الاختبارات النفسيه نقولها لك السحله الجايه وعليك خير. بس انا عايزه ارجع دلوقتي لشخصيه جودر. جودر في حكايه شهرزاد واضح انه شخصيه مكافحه جدا مش زي اخواته العواطليه. ولما الدنيا لطشت معاه قرر جودر انه ينسى ايام العز والترف وينزل بسقف التوقعات وينزل يشتغل صياد. الشغل مش عيب، وياكل العيش حاف ان اقتضى الامر. ودي طبعا استراتيجيه ذكيه ممكن تساعد الواحد على التعامل مع تقلبات الدهر من غير ما يتصدم في الواقع كل خطوتين ويعاني من الالم واليأس والاحباط. ولكن يبدو كده ان الاستراتيجيه دي مش احسن حاجه على طول، لان ممكن في اي لحظه تظهر فرصه جديده زي الشيخ عبد السلام ما ظهر لجودر كده مثلا. وبرغم ان جودر وافق يروح معاه للمجهول ويستغل الفرصه، الا ان لسه سقف التوقعات الواطي بتاعه مفطسه، مش مخليه يستغل الفرصه لاخرها ولا حتى يتخيل هو ممكن يستفيد منها ازاي. وده باين جدا في اختياراته وفي الحاجات اللي بيطلبها، ولسه هيبان اكتر في السحلات اللي جايه. بعيدا عن جودر بقى، انتوا بتعملوا ايه؟ امتى بترفعوا سقف التوقعات وامتى بتنزلوه؟ قولوا لي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحله دي لايك شير وسحلوا اصحابكم. وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.